ثغرة مستخبية جوه لينكس من حوالي 15 سنة ممكن تحول مهاجم داخل بحساب عادي ومحدود إلى روت عنده شبه السيطرة الكاملة على النظام كله في خلال ثواني. لكن إزاي ثغرة واحدة تقدر تعمل كل ده؟ وليه المهاجم أصلا محتاج يرفع صلاحياته بعد ما دخل جوه الجهاز؟ وإيه علاقة خطأ صغير جدا في الذاكرة اسمه يوز افتر فري السيطرة على النظام كله؟ والسؤال الأكتر من كده، هل الكونتينرز بتحفظ السيرفر ولا لا؟ وهل المهاجم ممكن يهرب منها ويوصل للهوست ذات نفسه؟ في الحلقة دي هنفهم يعني إيه جوست لوك وازاي بيتم استغلالها وليه خطرها ممكن يتضاعف على الكونتينرز والسيرفرات، والاهم من كده تعرف ان نظامك محمي منها وتقلل فرص استغلالها على الجهاز بتاعك. انا عبد الله عواد واهلا بيكم في حلقه جديده على دارك تكنولوجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده على القناه. قبل ما نبدا الحلقه عايز اقول لك ان الحلقه بتاعتنا متقسمه ل5 جزئيات. اول حاجه هنعرف يعني ايه هي ثغره الجوست لوك، ثاني جزئيه وهي لو الهاكر دخل الجهاز هنعرف ليه هو هيعوز يتحول لروت، رقم 3 هنعرف ازاي ثغره واحده بس ممكن ترفع المهاجم من شخص عادي جدا او مستخدم عادي جدا لاقوى حساب على الجهاز، رابع جزئيه هنعرف ايه اللي هيحصل لو كان الهدف سيرفر او كونتينر، واخيرا هنعرف ازاي تحمي نفسك من كل المشاكل اللي احنا لسه قايلينها دي كلها. فما تنساش تتابع الحلقه الاخيره وان شاء الله الحلقه هتعجبكم. عشان نفهم سبب القلق ده كله لازم الاول نعرف احنا بنتعامل مع ايه. يعني ايه جوست لوك؟ جوست لوك مش فيروس جديد ومش برنامج هاكر انتشر فجاه وضرب الانترنت، دي ثغره موجوده جوه الكيرنل نفسه ومن فتره طويله جدا، والكيرنل ده هو الجزء الاساسي من لينكس، الجزء المسؤول عن اداره حاجات مهمه جدا زي العمليات اللي شغاله والذاكره والتواصل بين مكونات الجهاز والصلاحيات داخل النظام. والثغره دي متسجله رسميا باسم CVE 2026 43 499 وتصنيفها الامني هاي بدرجه 7.8 وده مش معناه ان احنا بنتكلم عن ثغره بتسمح لاي هاكر ان هو قاعد من بعيد يدوس على زرار يدخل جوه لينكس. لا يا معلم، المهاجم لازم في الاول يكون قدر ان هو يشغل كود على الجهاز من الاول، سواء عن طريق حساب محدود او ثغره امنيه او برنامج مصاب او خدمه ضعيفه. جوست لوك مش هي المفتاح اللي بيفتح الباب اللي بره، لا، جوست لوك هي اللي بتخلي الشخص الضيف اللي لسه داخل من مجرد ضيف لصاحب المكان كله. والمفاجاه ان الكود المتاثر بالمشكله دي موجود من حوالي 2011. بس ثواني، هل انت تقصد ان الكود المتاثر بالمشكله دي والثغره دي موجوده من حوالي 15 سنه قبل ما حد يعرف خطورتها وقبل ما نكتشفها؟ الحقيقه والاغرب ان اكتشافها ما جاش بالطريقه التقليديه بس. الباحثون في شركه نيبيولا سيكيورتي استخدموا نظام بحثي اسمه فيجا. النظام البحثي ده ساعدهم في تحليل الكود واكتشاف المشكله، وبعد اكتشاف الثغره الباحثون ما وقفوش عندهم اكتشفوا الثغره وخلاص، لا، ده هم كمان طوروا استغلال عملي للثغره، وقالوا ان نسبه نجاحه في اختباراتهم وصلت لحوالي 97%، وقالوا ان قدر يوصل لصلاحيات الروت في خلال 5 ثواني. والمشكله كمان ان هو عمل كونتينر سكيب، يعني خرج من الكونتينر اللي هو فيه ووصل للسيرفر ذات نفسه، والانجاز ده خلى كيرنل CTF التابعه لجوجل تديهم مكافاه قدرها 92337 دولار، يعني فلوس يا معلم. بس خد بالك الارقام اللي انا قلتها دي خاصه بالاستغلال بتاع نيبيولا سيكيورتي والبيئه اللي هم عملوها، يعني مش معناها ان اي جهاز لينكس في العالم هيتاخد روت في خلال 5 ثواني، لكن الكلام ده بيثبت ان الثغره موجوده بالفعل ومش مجرد كلام على ورق او كلام في تقارير رسميه. دي مشكله قدر الباحثون انهم يستغلوها بشكل عملي بدرجه ثبات كبيره جدا. طيب لو الهاكر قدر يدخل الجهاز ليه هو محتاج يتحول لروت؟ ما هو كده كده دخل اصلا. وده بيخلينا نسال سؤال، هل مجرد دخول الهاكر للجهاز معناه ان هو سيطر عليه بالكامل؟ الاجابه مش بالضروره. تخيل انك دخلت مبنى ضخم بس المفتاح اللي معاك مش بيفتح غير اوضه واحده بس، تقدر تتحرك جوه حدود معينه، ما تشوفش غير برامج معينه، ما تشوفش غير ملفات معينه، لكن اول ما تحاول انك تدخل اوضه حساسه او تحاول انك تغير اعداد مهم او توقف نظام الحمايه، هنا الجهاز هيقوم ظرفك واحده اكسس ديناي. وده اللي بيحصل لما المهاجم يدخل بحساب عادي زي اي حد عادي، هو بيكون موجود داخل الجهاز بالفعل لكن زيه زي اي حد عادي، يعني صلاحياته بيكون محدوده، مش قادر يقرا كل الملفات او يتحكم في كل الحسابات او يغير اعدادات النظام الحساس او يغير اعدادات مهمه في النظام. اما الروت بقى فهو اقوى حساب داخل اللينكس، يقدر يقرا اي حساب ويعدل اي حساب تقريبا على الجهاز ويتحكم في المستخدمين والحسابات ويشغل او يوقف الخدمات ويثبت برامج جديده ويغير اعدادات الشبكه ويعطل بعض وسائل الحمايه، وممكن كمان يمسح اثار الاختراق ويخفي وجوده جوه النظام. يعني نحب نقول ببساطه كده المستخدم العادي معاه مفتاح اوضه، اما المستخدم اللي هو بيكون روت معاه المفتاح الرئيسي لكل الشقق وكل الاوض اللي في المبنى. والعمليه اللي بتحول المهاجم من ان هو شخص يكون عادي لروت بحاجه اسمها بريفيليج اسكيليشن او رفع الصلاحيات. وهنا الجوست لوك بتتحول من خطا تقني جوه النظام الى مصيبه
ممكن تدمر الدنيا، لانها ممكن تحول الوصول المحدود اللي المهاجم حصل عليه لسيطره شبه كامله على النظام كله. لكن في سؤال مهم جدا، ازاي ثغره تقدر ترفع المهاجم من مستخدم عادي لروت معاه كل الصلاحيات على النظام؟ وعشان نفهم النقطه دي لازم نبسط شويه حاجات بتحصل جوه لينكس. جوه لينكس في آلية اسمها فيوتكس بتساعد البرامج والثريدز انها تنظم الشغل بينهم وبين بعضها، والثريدز دي هي مسارات تنفيذ ممكن تكون شغاله في نفس الوقت. يعني لو اكتر من ثريد عاوز يتعامل مع نفس المورد في نفس الوقت، النظام بيحاول ينظم الدنيا بقى، اللي هو يخلي ده يشتغل اول او يخلي ده يشتغل الثاني وهكذا. في مسار محدد بقى جوه الآلية اللي احنا لسه قايلين عليها دي، كان النظام بيحاول يشيل ثريد من قائمه الانتظار من الاساس، بس المشكله جت من ان هو بدل ما كان بيتعامل او بيحاول يشيل الثريد الصحيح، كان في بعض الاحيان هو بيتعامل مع الثريد اللي شغاله في اللحظه دي، مش الثريد اللي موجوده في قائمه الانتظار. طيب وايه بقى نتيجه اللي حصل ده؟ بعض البيانات بتاعه الثريد الحقيقه ما كانتش بتتنظف بالشكل الصحيح، والنظام كان بيسيب وراه بوينتر او مؤشر بيشاور على مكان في الذاكره المفروض ان هو اتنظف بشكل صحيح. وهنا بقى بتحصل المشكله، والنوع ده من المشاكل بنسميه يوز افتر فري، يعني النظام بيحاول يعيد استخدام جزء من الذاكره بعد ما المفروض ان الجزء ده خلص استخدامه ومبقاش له اي وجود. وهنا بقى بتكون لعبه الهاكر او المهاجم، هو بيحاول يصنع ظروف معينه تخلي الخطا ده يحصل، وبعد كده بقى هو بيحاول يملأ مكان الذاكره القديم ده ببيانات هو متحكم فيها. ولما الكيرنل بقى يرجع يتعامل مع البوينتر القديم، هنا بقى بيتعامل مع بيانات المهاجم بدل البيانات الاصليه اللي كانت موجوده، ومن هنا تبدا عمليه تحويل الخطا من مجرد لخبطه في الذاكره للتحكم في مسار تنفيذ النظام والوصول لصلاحيات الروت. لو انت حاسس ان الموضوع دخل في بعض شويه، خليني اديك مثال يوضح لك الدنيا بشكل ابسط شويه. تخيل ان موظف الامن سلم مفتاح لشخص معين، وبعد ما المفتاح اتلغى وخلاص اتكنسل، سجلات الامن فضلت معتبره المفتاح ده ان هو شغال وصالح للاستخدام. المهاجم بقى بيستغل اللخبطه دي ويحط مفتاح مزيف مكان المفتاح القديم، ولما النظام بقى يرجع يدور على المفتاح يلاقي بقى المفتاح اللي المهاجم حطه، وهنا بيتعامل معاه لانه المفتاح الاصلي. والمهاجم هنا هو مش بيكسر باب جديد، هو راجل محترم قوي جدا، هو بيستغل غلطه موجوده جوه النظام لحد ما يتحول من مستخدم عادي او مستخدم محدود لروت. لكن برضو العمليه مش مجرد سحر ومش مجرد زرار بندوس عليه، المهاجم لازم يكون قادر يشغل كود على الجهاز من الاول، والجهاز لازم يكون شغال باصدار كيرنل متاثر بالمشكله. طيب ايه اللي هيحصل لو كان الهدف سيرفر او كونتينر؟ ماذا يحدث لو كان الهدف سيرفر او كونتينر؟ يعني ايه اللي هيحصل لو كانت المشكله مش على لابتوب شخص عادي مثلا؟ ايه اللي هيحصل لو كان سيرفر عليها عشرات الخدمات والمواقع، او تكون منصه بتشغل عدد كبير جدا من الكونتينرز؟ يعني لو الثغره موجوده على جهاز شخصي، كان المهاجم اخره يسيطر على البيانات اللي موجوده ويسيطر على الجهاز بس. لكن لو المشكله مع سيرفر بيشغل عشرات الخدمات، هنا بيكون حجم الضرر بيكون كبير جدا، خصوصا ان في شركات كبيره جدا بتستخدم كونتينرز زي دوكر عشان تفصل الخدمات عن بعضها. يعني هي بتحاول تخلي كل خدمه تشتغل في بيئه معزوله عن بعضها عشان لو حصل ضرر في اي واحده منهم ما تتسربش للثانيه. لكن المشكله ان معظم الكونتينرز اللي شغالين على نفس السيرفر بتشارك الكيرنل نفسها الخاصه بالهوست. يعني لو المهاجم قدر يدخل كونتينر ضعيف ويشغل استغلال يستهدف ثغره داخل الكيرنل، ممكن ما يفضلش محبوس جوه الكونتينر ويعمل كونتينر سكيب، يعني بيهرب من البيئه المعزوله ويوصل للسيرفر الاساسي. وعلى فكره احب اقول لك ان ده مش مجرد سيناريو نظري، الباحثون في شركه نيبيولا سيكيورتي قالوا ان الاستغلال اللي طوروه قدر يعمل كونتينر سكيب وقدر يوصل صلاحيات الروت على الهوست اللي هم عاملينه. وده مش معناه ان اي كونتينر على اي سيرفر ممكن ينهار في سهوله، نجاح الهجوم بيعتمد برضه على رقم اصدار الكيرنل وتحديثات التوزيعه وطريقه اعداد النظام وبرضه وسائل الحمايه اللي موجوده على النظام. لكن النتائج بتوضح ليه الثغره خطيره جدا على السيرفرات المشتركه ومنصات الكونتينر واجهزه المطورين المشترك وانظمه السي اي رانرز واي بيئه بتسمح لمستخدمين او برامج انها تشغل اكواد على الكيرنل. طيب بعد اللي سمعناه ده كله وعرفنا يعني ايه الروت ويعني ايه الكونتينر سكيبنج وعرفنا المشاكل دي كلها، طيب ازاي بقى انت تحمي نفسك من الكلام اللي قلناه ده كله؟ وخلي بالك الامان مش تقول ان انا شغال على نظام لينكس يبقى انا الامان مش اسم نظام انت شغال عليه. اول حاجه ولازم تاخد بالك منها انك تحدث الكيرنل من المستودعات الرسميه الخاصه بالتوزيع بتاعته، وبعد التحديث لازم تتاكد ان التحديث الجديد هو اللي شغال، وبعد التثبيت لازم تتاكد ان النسخه الجديده هي اللي شغاله واللي هي اللي تم تحديثها، لان في انظمه كتير بتفرض ان انت لازم تعمل اعاده تشغيل عشان النظام الجديد يشتغل. وبعد تثبيت التحديث بيجي دور طبقات الحمايه الثانيه. قلل صلاحيات المستخدمين والبرامج قدر الامكان، امن الاس اس اتش واستخدم مفاتيح قويه بدل الاعتماد على كلمات مرور ضعيف، ما تشغلش برامج مجهوله او سكريبتس على السيرفر بتاعك، دايما راقب العمليات والحسابات الغريبه اللي بتحصل على السيرفر عندك. وخلي بالك ان اخطر حاجه في جوست لوك انها مش بتفتح باب الجهاز من بره، لكن هي ممكن تدي المفتاح للشخص اللي دخل جوه ان هو يعمل كل اللي هو عاوزه. وده بيثبت لنا حاجه مهمه جدا، ان الاختراق مش مجرد لحظه دخول، احيانا بتبقى اخطر مرحله في الهجوم هي اللي بتحصل بعد الدخول. وفي النهايه جوست لوك مش مجرد ثغره قديمه ظهرت فجاه وعملت ضجه، وعشان كده ما ينفعش تعتمد بس على ان جهازك لينكس او ان خدماتك موجوده جوه كونتينرز وتعتبر انك كده بقيت في الامان. خلي بالك ان الامان مش مجرد اسم نظام تشغيل، الامان تحديثات مستمره وصلاحيات محدوده ومراقبه حقيقيه
وطبقات حمايه بتكمل بعضها. في عالم السايبر سيكيورتي مش كل اللي داخل المكان بقى صاحبه، لكن كفايه غلطه واحده بس عشان ياخد مفاتيح كل الابواب. ولو عايز تعرف وتفهم اللي بيحصل ورا شاشه جهازك قبل ما تتحول الثغره الجايه لخبر جديد، فاحب اقول لك ان انت في المكان الصح. فما تنساش بقى تشير الفيديو مع حبايبك، ولو عوزت حاجه معينه حابب نتكلم فيها اكتبها لنا في التعليق. وبس كده، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.